ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقولكوا على شوية نصايح وحاجات تعملوها لو حاسين انكم مش قادرين تخلصوا الحاجات اللي وراكم، او حاسين ان في دوشة وضغط في عقلكم، وده طبعا من تجربة شخصية. بس قبل ما نبدأ جهزي مشروبك المفضل واقعدي في مكان هادي ومريح وتعالي نسمع سوا. طول عمرنا بنسمع عن فوائد الكتابة علشان نحس بالراحة، والصراحة ان انا في البداية ما كنتش مقتنعة ان الموضوع مفيد، بس جيت كده في فترة من فترات حياتي حسيت ان انا عطلانة، حرفيا كل حاجة واقفة، مش عارفة انجز ولا قادرة اعمل اي حاجة، حاسة ان انا تايهة وفي دوشة كده في دماغي، ويمكن نكون كلنا بلا استثناء بنحس بنفس الاحساس ده. فقررت ان انا في اليوم ده هقوم واكتب كل حاجة في دماغي، كل الافكار اللي في دماغي هكتبها، بس من غير ما أقيد نفسي أو أفكر. قلت لنفسي إن أي فكرة هتطلع في دماغي هكتبها على طول، وكأن الورقة اللي قدامي دي هي دماغي بالظبط. ومش هخبي عليكم، بدأت أكتب فكرة ورا التانية ورا التالتة، تقريبا وصلت ل10 أفكار. وبعدين لقيت نفسي برضو وقفت ومش عارفة أكمل كتابة، مش عارفة أكتب أي حاجة خالص. فتلقائيا لقيت نفسي كده قعدت أشخبط وسرحت وما حسيتش بالوقت. يمكن أكون قعدت وقتها نص ساعة أو أكتر بشخبط بس من غير ما أقف ولا دقيقة. حسيت ان الوقت جرى بسرعة قوي وانا اصلا ما خدتش بالي. بس ساعتها وانا بشخبط حسيت ان دماغي حرفيا بطلت تفكير خالص. حسيت بهدوء وراحة غريبة كان بقالي كتير قوي او كان بقالي فترة كبيرة قوي ما حسيتهاش. يمكن يبان ان الموضوع مش بيعمل الفرق ده او مش بيأثر، بس صدقوني الموضوع لما بتجربوه بنفسكم فعلا بيعمل فرق. وانتي بتشخبطي كده هتلاقي عقلك بيفصل، بتبقي كده وكأنك في اللاشيء. عينيكي بتكون بس مركزة مع شوية الخطوط والدواير والحاجات العشوائية اللي انتي عمالة تعمليها. اللي خلاني اصلا اعمل كده ان دماغي كانت واقفة تماما زي ما قلتلكم، وكل لما احاول الاقي اي افكار للفيديوهات مفيش ولا فكرة. حاسة ان انا مضغوطة والوقت بيعدي مني بسرعة وخلاص. وكل لما اجي اكتب حاجة بلاقي ان مفيش كلام. بس مش عايزة أقولكم بقى على إحساس الراحة اللي هتحسيه بعد شوية الشخبطة دي. عارفة كده كأن في حنفية مية مسدودة وفيها رواسب وتراكمات، والرواسب والتراكمات دي منع المية إن هي تنزل أو تتحرك من الحنفية. وقتها بقى الكتابة أو الشخبطة هتكون بمثابة الأداة أو المفك اللي هتشيلي بيه الرواسب والطوب وهتسلكي بيه مجرى المية. ممكن ما تحسيش بالفرق ده من أول يوم أو من أول مرة، بس مع الاستمرار والتكرار هتلاقي إن انتي بقيتي بتقدري تركزي أكتر. هتحسي إن دماغك بقت فاضية فعلا. احنا طول الوقت عندنا دوشة وأفكار في دماغنا، من حاجات بنرتب لها لحاجات عايزين نعملها، لكلام في دماغنا ملوش لازمة، أو لشوية أفكار وفيديوهات من السوشيال ميديا بنشوفها كل يوم، أو حتى كلامنا مع الناس اللي حوالينا وصحابنا وأهلنا. كل ده بيبقى عامل ضغط كبير جدا على عقلنا، وبس يمكن احنا ما نكونش واخدين بالنا، او يمكن نكون مش حاسين، او يمكن نكون حتى مش متخيلين ان احنا دماغنا فيها كمية الزحمة دي. بس هتحسي بالفرق فعلا لما تبدأي تفرغي الدوشة اللي في دماغك دي. هتحسي ان ايه ده، قد ايه كانت الدنيا زحمة جوه. احنا حرفيا محتاجين نرتب دماغنا وتفكيرنا قبل ما نرتب بيتنا او حياتنا، لان هو ده المكان الوحيد اللي احنا عايشين فيه طول الوقت. احنا حرفيا كلنا عايشين جوه عقلنا. فالأولى والأهم إن احنا قبل ما نرتب الفوضى اللي في حياتنا، إن احنا نرتب الفوضى اللي جوه عقلنا علشان نقدر بعدها نرتب الفوضى اللي في حياتنا بره. لأن الطبيعي الإنسان فينا لو ما كانش كويس من جوه عمره ما هيبقى كويس من بره، وعمره ما هيقدر يتعامل كويس في أي علاقة من علاقاته أو حتى في شغله. وأهم حاجة بقى واللي حرفيا بتعمل دوشة مش طبيعية في دماغنا وهي السوشيال ميديا. كمية الأفكار والآراء والحاجات المتناقضة اللي دماغنا بتتعرض ليها في الثانية الواحدة كفيلة إن هي تدمر أي عقل. احنا عايشين في زحمة رقمية رهيبة، إشعارات، أخبار، رسايل، تشتت طول الوقت، تحسيها كده حرب يومية بين عقلك وبين المواقع اللي بنقلب فيها طول اليوم. فجربوا تفصلوا شوية عن كل ده، اقفلوا الإشعارات وابعدوا عن السوشيال ميديا وقللوا استخدامك كل يوم تدريجيا. صدقوني هتحسوا براحة كبيرة لما تريحوا عقلكم من كمية المعلومات الرهيبة اللي بتدخل في دماغنا في وقت صغير جدا. وفي المقابل بقى هتلاقوا انكم عرفتوا تركزوا اكتر في شغلكم وفي صلاتكم وفي اي حاجة هتعملوها. هتلاقوا ان التشتت كمان قل جدا والتركيز زاد عن الاول. ده غير بقى الراحة النفسية اللي هتلاقوها، لان بطبيعة الحال السوشيال ميديا بتخليكي تفضلي تبصي على حياة الناس اللي حواليكي. ده غير بقى ان في ناس هتفضل اصلا تقارن بين نفسها وبين الناس اللي على السوشيال ميديا، وتلقائيا هتلاقي نفسك بتتعبي من المقارنة. فابعدي على قد ما تقدري أصلا عن وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها بقى وأنواعها. ومن الحاجات المهمة قوي كمان اوعي تفتحي التليفون أول لما تصحي من النوم،
لأن عقلك في الوقت ده بيكون لسه فاصل، فما تجيش تعملي له هجوم كده من الأفكار والمعلومات اللي تخليه يتشتت في ثواني. فبدل ما تقومي مركزة وفايقة علشان تشوفي حياتك والتزاماتك، هتلاقي عقلك اتملأ أفكار ملهاش أي 30 لازمة، وده طبعا هيقلل تركيزك وهيخليكي مشتتة. فحافظي على هدوء عقلك أول لما تصحي من النوم. وزي ما قلتلك، لو حصل في أي وقت ولقيت إن دماغك خلاص عطلانة ونفسيتك حتى عطلانة ومش عارفة تركزي في أي حاجة، اعملي تفريغ للمساحة، زي ما بتعملي لتليفونك علشان يستقبل معاكي البيانات والمعلومات المهمة. اعملي كمان لعقلك تفريغ من كل الأفكار اللي ملهاش لازمة، أو الأفكار السلبية والكلام السلبي. وحتى عارفين، أوقات كده بنقعد نفكر مع نفسنا في الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، أو في الحاجات اللي نفسنا فيها ونفسنا نوصلها. كمان اكتبي الحاجات دي كلها، فضي دماغك على قد ما تقدري علشان تقدري تستقبلي الحاجات المهمة اللي المفروض تعمليها. واوعي تنسي ان السبب الرئيسي في الدوشة دي كلها هي السوشيال ميديا. مش هقولك بقى اقفليها خالص، ولكن استعمليها بحساب. خلي فيه وقت محدد وصغير قوي في اليوم تستعمليها فيه. وحاولي انك وانتي قاعدة تتصفحي كده السوشيال ميديا ما تنسيش نفسك وتسرحي في مقاطع الريلز او الفيديوهات، وتحسي ان الوقت جرى منك وانتي مش واخدة بالك. وكمان من الحاجات المهمة قوي اللي بتخليكي تفرغي الطاقة هي انك تتحركي. جسمك وعقلك مرتبطين جدا ببعض. لو جيتي لاحظتي كده في الأوقات اللي عقلك هيكون مشتت فيها، هتلاقي إن حركات جسمك عشوائية جدا، وفي الغالب هتكوني بتلفي حوالين نفسك. هتلاقي نفسك بتطلعي من الأوضة تروحي المطبخ، وبعدين تقفي كده تفكري أنا جيت هنا بعمل إيه، أو أنا عايزة إيه أصلا من المطبخ. وده أكبر دليل على إن عقلك مشتت، فبالتالي جسمك وحركاتك كمان مشتتة معاه. فجربي إنك مثلا تنزلي تتمشي شوية، أو تلعبي رياضة، أو ترقصي، أو حتى تنضفي البيت. أي حركة من الحركات دي هتساعدك إن عقلك يفرغ الطاقة اللي بتضغط على دماغك، وبعدها بقى هتحسي براحة رهيبة وهتحسي إنك أخف بكتير. وآخر حاجة كانت مفيدة جدا بالنسبة لي في الموضوع ده هو إنك تلبسي هدوم واسعة ومريحة. يمكن تكون حاجة بسيطة وتحسي إن هي مش هتأثر، بس هي فعلا بتأثر. إنك تاخدي شاور دافي كده وتلبسي حاجة مريحة وتحطي برفان ريحته هادية وحلوة، وتسرحي شعرك وتقعدي في مكان هادي تشربي حاجة بتحبيها بهدوء، ده لوحده كده تحسيه باكج من السلام النفسي والراحة النفسية والهدوء. ودايما وانتي بتعملي الحاجات دي ركزي فيها واستمتعي بتفاصيلها. اللي بيعمل الفرق هنا مش انك تعملي الحاجات دي، مش انك تاخدي شاور، طب ما احنا كل يوم بناخد شاور، او مش انك مثلا تحطي عطر بتحبيه او تلبسي حاجة بتحبيها. اللي بيعمل الفرق هنا واللي بيحسن نفسيتك فعلا هو انك تركزي في التفاصيل الصغيرة بتاعة الحاجات دي. ما تعمليش الحاجات دي بشكل عشوائي او روتيني وسريع، لا، ركزي في التفاصيل وحسي بكل تفصيلة. يعني مثلا وانتي بتاخدي الشاور ما تخليهوش سريع كده وعشوائي، بالعكس استمتعي بصوت المية وركزي فيها، وحسي بإحساس المية الدافية. ولما تطلعي استمتعي بالحاجة اللي هتشربيها، وركزي في الروايح، سواء كان ريحة الحاجة اللي بتشربيها، سواء قهوة أو شاي أو أي حاجة بتحبي تشربيها. وركزي كمان واستمتعي بأدق التفاصيل واللحظات. وغالبا السعادة هتلاقيها موجودة في الحاجات البسيطة دي. فحاولي على قد ما تقدري تسرقي من الحياة لحظات بسيطة وهادية تخفف التوتر وتخفف الضغط النفسي من عليكي ومن على عقلك، علشان وقتها تقدري تكملي يومك وتكملي باقي حياتك وتستحملي باقي ضغوط الحياة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وما تنسوش لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.